يا مساء الفل والجمال عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي النهارده هعمل معاكم بقى الفيجيتار في البيت، ويا رب ان شاء الله الطريقه تعجبكم. طبعا نظرا لغلاء الاسعار والحاجات المولعه دي كلها، كل حاجه بقت في السوق مولعه. فاحنا بقى قلنا بما ان الفيجيتار هيبقى هنستعمله كتير في رمضان، فهنعتبره برضك من تحضيرات رمضان، وهنعمله بقى في البيت بطريقه سهله، لان احنا في رمضان طبعا بنعمل نواشف كتير وما بنطبخش كتير والكلام ده، فاكيد هيبقى الفيجيتار معانا من الحاجات الاساسيه. تمام، فكل حاجة هنعملها بعد كده خلاص مع بعض في البيت. ماشي. هنجيب بقى الفيجيتار هنعمله ازاي. هنجيب البقسماط، بواقي بقسماط، لو او نشتري احنا كمية بقى بسيطة بس من البقسماط. تمام، وبواقي الفينو بتاعتنا، البوز بتاع السندوتشات دون احنا الولاد ما بيحبوش ياكلوه. بواقي اي فينو، بواقي كرواسون، بواقي باتيه، اي حاجة من الحاجات دي هنجيبها وهنحمصها في الفرن. واحنا اصلا بنجمعها ما نحطهاش في حتة مكتومة عشان ما تعطلش. تمام، وبعدين نحطها في الفرن نحمصها ونسيبها برضو لمدة يوم بره، لانه ممكن يبقى القلب بتاع الفينو لسه طري من جوه او فيه رطوبة فيعفن الفيجيتار بعد كده. بعدين هنطحنه في الكبة. وبعدين بقى هنحط بقى الاضافات التانية. تعالوا بقى نشوف ايه الاضافات اللي هنحطها مع الفيجيتار. يلا بينا. انا جبت بقى البقسماط او الحاجات البواقي اللي عندي وطحنتها، طلعت لي تقريبا ازيد من نص كيلو بحاجه بسيطه. تمام، وجبت بيكنج باودر، جبت 3 معالق دقيق، او الكيس بيكنج باودر 3 معالق دقيق ومعلقتين من النشا. البهارات بقى اللي عندي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن كاري وكزبره ناشفه، توم باودر، بهارات لحمة، بصل باودر، بابريكا، جنزبيل، كمون وملح وفلفل وحبهان مطحون. تمام، ومعانا كمان مكعب مرق الدجاج. طيب الكميات بقى، الكاري والجنزبيل هيبقوا معلقتين كبار، وكل حاجة بقى من المكونات التانية معلقة صغيرة، ما عدا الكمون والملح والفلفل هيبقوا مع نص معلقة صغيرة عشان احنا حاطين مكعب مرقة الدجاج. هنبدأ بقى نحط كل الحاجات دي مع بعضها. نحط كل ده مع بعضه، وهنقلب بقى كل الخليط ده مع بعض. حابين برضو نجيب نحط عليهم مثلا لو عندك دقيق ذرة الاصفر ده بتاع البسيسة. تمام، بس انا قعدت ادور عليه، عندي البياعين ما كانش موجود. ساعات بحب احطه علشان بيديلها قرمشة حلوة قوي. تمام. بس المكونات دي جميلة جدا برضو يعني. تمام، يعني احنا بس بنحب نحسن الحاجة قوي علشان تدينا نفس التفاصيل بتاعت بره بالظبط. كل حاجة بنحطها بتدينا كل حاجة بتاعت بره بالظبط. هنقلب بقى كويس جدا عشان كل المكونات تختلط ببعضها. وبكده بقى هيكون خلاص شكلها هو. جربوها هتعجبكم جدا. انا عايز اقول لكم ان الريحه فايحه اصلا، وريحتها فظيعه. تمام، جربوها. طبعا اللي عايز يحط كميات ازيد من اللي احنا حطيناها مع بعض دي مفيش مشكله، بس ما تزودوش قوي يعني. عايزين تخلوا من كل حاجه معلقتين ماشي يعني. تمام. مش ما تبقاش زعقه قوي. طب عايزين نخليه يعني حراق. تمام، هنحط عليه ايه؟ شطه. حلو كده. جربوها بقى وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات بعد ما تجربوها. ان شاء الله هتعجبكم، انا واثق ان هي ان شاء الله هتعجبكم. انا بعملها بالطريقة دي طول الوقت، تحفة. تمام، وقولوا لنا بقى حابين برضو نعمل ايه تاني عشان نستعد تاني لرمضان. وكل سنة وانتم طيبين. احنا اتفقنا هنعمل كل حاجة في البيت، نحارب الاسعار ونحارب الغلا اللي احنا فيها دي. ويا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم لايك شير اشتراك في القناة ما تنسوش عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.